مستمعي هيفي اف ام الاعزاء، اسعد الله اوقاتكم. معكم انا ندى ابراهيم، اقدم لكم نشرة موجزة لاهم الاخبار وابداها بابرز العناوين. بدء الانتخابات البرلمانية التركية وسط توقعات بنتائج مشابهة لسابقاتها. قوات سوريا الديمقراطية تبدأ أولى عملياتها العسكرية. خالد خوجة: بقاء الأسد في المرحلة الانتقالية هو بمثابة عفو عن جرائمه. مرحبا بكم أعزائي المستمعين وإليكم التفاصيل. بدأت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد عمليات الاقتراع للانتخابات التشريعية التركية وسط توتر بين الأطراف السياسية في ثاني صراع انتخابي على نيل غالبية أصوات الناخبين الأتراك البالغ عددهم أكثر من 50 مليون ناخب. وحسب وكالة فرانس بريس فإن أولى مكاتب الاقتراع فتحت أبوابها عند الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد بحماية الشرطة في مدينة ديار بكر وباقي المناطق. ومن المتوقع أن تغلق صناديق الاقتراع عند الساعة 5 من مساء اليوم الأحد على أن يتم إعلان النتائج ليلا. تؤكد آخر الاستطلاعات التي أجرتها عدة شركات مختصة بقياس الرأي العام حول مختلف المواضيع أن الانتخابات الجديدة لن تحمل تغييرات جذرية عن سابقاتها التي حصل فيها العدالة والتنمية على نسبة 40.9% والشعب الجمهوري على نسبة 25% وحزب الحركة القومي على نسبة 16.3% وحزب الشعوب الديمقراطية على نسبة 13.1%. وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي سيطر على البرلمان التركي منذ 13 عاما قد خسر في الحصول على الغالبية المطلقة لأصوات الناخبين خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 من حزيران يونيو الماضي. بدأت قوات سوريا الديمقراطية عملية عسكرية ضد داعش في شمال شرقي سوريا في وقت أبدت واشنطن استعدادها لإرسال مزيد من المستشارين العسكريين لدعم هذه القوى. وقال شرفان درويش الناطق باسم لواء بركان الفرات المنضوي في إطار هذه القوات لوكالة فرانس بريس: هذه أول خطوة لقوات سوريا الديمقراطية. بدأت العملية ليل الجمعة وكل فصائل قوات سوريا الديمقراطية مشاركة فيها. وقال درويش أن العملية ستستهدف مناطق في ريف الحسكة مثل الشدادة والهول. وأشار إلى أن المجموعة تتلقى الدعم في عملياتها من طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن. من جهته أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هذه القوات سيطرت على مزرعة في المنطقة الواقعة بين بلدتي تل حميس والهول. وتضم القوى المشتركة التي تشكلت في 12 من تشرين الأول من هذا العام التحالف العربي السوري وجيش الثوار وغرفة عمليات بركان الفرات وقوات الصناديد وتجمع ألوية الجزيرة، إضافة إلى المجلس العسكري السرياني المسيحي ووحدات حماية الشعب الكردية ووحدات حماية المرأة. أعلن رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض خالد خوجة أن أقصى ما يمكن أن تقدمه المعارضة السورية من تنازلات لحل الأزمة السورية هو القبول بما ورد في مؤتمر جنيف الأول لجهة تأليف هيئة حكم انتقالي، محذرا من أن ما ورد في بيان اجتماعات فيينا يتخطى ما توصل إليه في جنيف. وأكد خوجة في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط أن الأرضية الأدنى المقبولة من جميع السوريين هي إطار جنيف، أي قيام هيئة حكم انتقالي بكامل الصلاحيات التنفيذية، ولا يمكن أن نقبل بما هو دون ذلك. وأضاف أنه لا يمكن للمعارضة السورية أن تقبل ببقاء الأسد لحظة واحدة على رأس السلطة في المرحلة الانتقالية، معتبرا أن الإقرار ببقاء الأسد يعطيه عفوا عن الجرائم التي ارتكبها، ولا يمكن القبول بمكافأته على جرائمه بإبقائه على رأس السلطة. أعلن
أعلنت جماعة إسلامية متشددة في مصر مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية داعش مسؤوليتها عن إسقاط طائرة الركاب الروسية التي تحطمت يوم السبت في شبه جزيرة سيناء. جاء إعلان المسؤولية في بيان نشره مؤيدون للتنظيم على تويتر. وفي وقت سابق قالت مصادر مصرية أن المعاينة المبدئية للطائرة توضح تحطمها بسبب عطل فني. ونشر إعلان المسؤولية أيضا بموقع أعماق الذي يعد وكالة أنباء شبه رسمية لداعش. وجاء في البيان: تمكن جنود الخلافة من إسقاط طائرة روسية فوق ولاية سيناء تقل على متنها ما يزيد عن 220 صليبيا روسيا قتلوا جميعا. مستمعي هيفي اف ام الأعزاء، كانت هذه نشرة موجزة لأهم الأخبار. أشكركم على حسن الاستماع.